عارف إيه اللي بيطفي النور في أي علاقة؟ العشم الزيادة، إنك فجأة تقرر إن اللي قدامك ده مضمون وباقي ومستحيل يمشي مهما عملت، وده أول مسمار في نعش اللهفة. إحنا بنغلط لما بنعتبر وجود الطرف التاني في حياتنا تحصيل حاصل، حاجة زي الهوا كده موجودة فمش محتاجين نشكرها. بنقلل كلمة شكرا على الحاجات البسيطة، وبنبطل نتزوق عشان خاطرهم، وبنرمي الاهتمام بالتفاصيل في الزبالة. أصلنا خلاص بقينا لبعض فمش لازم نتعب نفسنا. بس الحقيقة إن المشاعر بتموت لما بنحس إننا ما بقيناش متشافين. إيه اللي حصل للامتنان اللي كان بيطلع من القلب على كوباية شاي؟ وإيه اللي حصل للشياكة والبرفان اللي كان مخصوص عشان نشوف بعض؟ دلوقتي بقينا بنقابل بعض ببيجامة البيت والوش المكشر، وبنقول أصلنا واخدين على بعض. بس الحقيقة إننا أهملنا بعض. بطلنا نلاحظ الضحكة اللي غابت، القصة الجديدة في الشهر، أو حتى النظرة اللي كانت محتاجة كلمة أنت زي القمر النهاردة. كتر التعود بيحول أغلى الناس لقطع ديكور في البيت، ما بنشوفهمش بجد غير لما بيختفوا. المشكلة إن الضمان هو العدو الأول للحب. أول ما تحس إنك ملكت الشخص، مجهودك بيقل عشان تحافظ عليه. بتنسى إنه كان في يوم من الأيام حلم كنت بتسابق الزمن عشان بس تلمحه، ودلوقتي بقيت بتعدي منه كأنه خيال. الإهمال بيخلينا قاسيين وباردين من غير ما نحس. بننسى إن اللي قدامنا ده إنسان مش جماد محطوط في حياتنا للأبد. بنبخل بالكلمة الحلوة واللمسة الحنينة لحد ما نصحي نلاقي الشغف مات تماما من كتر الإهمال، والروح اللي ما بتلاقيش تقدير بتدبل وتمشي في سكات. الحقيقة المؤلمة إن الحب مجهود يومي بتثبت فيه للي قدامك إنه لسه مبهر في عينك. وجوده مش مجرد عقد أو 10 سنين وخلاص. ما تضمنش حد عشان ما تخسروش، لأن اللي بياخد النعمة كأنها حق مكتوب ما بيحسش بقيمتها غير لما تبقى ذكرى. بس لسه في فرصة ترجع النظرة دي تاني. ابدأ بكلمة صغيرة أو نظرة اهتمام، ورجع للي بتحبه قيمته قبل ما الوقت يسرقكم.